تحياتي. نحن في أمسية جديدة من قصص الشارع الثقافي، وذلك لحضور أمسية احتفائية يقيمها اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة ذقار للاحتفاء بالكاتب والروائي المغترب نعيم عبد مهلهل، وذلك من أجل توقيع روايته أهوار كافافيس وشهوة قلم الباركر. طبعا اليوم الأمسية بحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي. راح نطلع على تفاصيل أكثر لهذه الأمسية، خليكم وياي. سأتحدث عن شهادة روائية تتحدث عن مجمل ما كتبته وأردت أن أوصل فيه رؤى الكتابة في مجال الرواية فقط. اليوم سأقدم محاضرة عن الرواية العراقية والرواية الجنوبية بالذات. سأحاول أن أشرح فيها تجربتي عن عالم متعدد خضته في مراحل حياتي، ووقع رواية بعنوان أهوار كافافيش وشهوة القلم الباركر، وهي حديث عن تجربتي أيام التعليم في منطقة الشبايش. في مزهرية قمر ثوبه القصب وتوراة المتنبي، وهي ثلاثية سردية يمكننا قراءتها بوصفها خريطة جراح للذات العراقية، إذ تتراوح بين ألم الجسد المستباح وحنين الذاكرة المؤصلة وتيه الوعي في فضاء الثقافة. طويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب رواية توراة المتنبي 2020. جائزة محمود جنداري للقصة القصيرة الجائزة الأولى. إلى هنا تنتهي جولتي في الشارع الثقافي داخل مدينة الناصرية. أتمنى أن تكون هذه الصور قد راقت لكم. ألتقيكم في جولات أخرى. تحياتي للجميع.